الصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك كتير للفيديو. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا حبايب قلبي فيديو النهارده بقى فيديو لذيذ وجميل النهارده. طبعا انت عارفين ان انتم بقى ايه حبايب قلبي واخواتي وحبايبي، وطبعا انتوا وحشتوني قوي ما نزلتلكوش فيديو من زمان يعني وكده، فانتوا وحشتوني قوي والله. عايزاكم بقى تدعوا الامل امل اختي، ربنا يقومها بالسلامه يا رب. وطبعا ايلولا النونو الجديد، المولود الجديد، روح قلب خالته وعقلها وكل حاجه لخالته وكبد لخالته وروح لخالته. طبعا احساس ان انت تبقى خالته كده جميل يا لهوي. طبعا ايلولا لما نقول كلمة احمد جوز اختي 6 الساعة 6 اتولدت احلى واجمل ست البنات في الدنيا دي كلها. ايلولا ايلين جمال احمد جوهر، ايلين جمال احمد، لا ايلين احمد جمال جوهر. اقسم بالله هي اصلا اتولدت من هنا، والسعد والفرحة وكل حاجة حلوة جات لنا من هنا وكل حاجة الرزق وكل حاجة، ووشها كان حلو علينا. وادعوا لها كده ربنا يقومها بالسلامة يا رب ويشفيها يا رب، هي ومامتها، ما نشوفش فيها اي حاجة وحشة. طبعا حبايب قلبي عاوزاكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعوا لماما سعيدة بالرحمة والمغفرة، وتشجعوني كده وتخليكم معايا دايما في ظهري وسندي وحبايب قلبي وراح قلبي. عايزاكم كده معايا دايما. طبعا حبايب قلبي بقى ايه المنتظرين اسبوع ايلولا هيبقى دمار. ادعولنا كده ربنا يقوينا يا رب ويقومها كده واحنا طبعا عايزينكم تروحوا على جمهورية احمد وامل، وخليكي معايا واسماء جمال وحياتك احلى مع هايدي والحياة اجمل مع احمد وامل. عايزين القنوات كلها تبقى 200,000 200,000 200,000 كلهم. عايزين 200 اللي هو القناة اللي 200,000 تبقى 300,000. احنا مش طامعين خالص. والله انتوا اجمل واحلى ناس في حياتنا، وشكرا على دعوتكم الحلوة الجميلة اللي بتسعدنا وتفرحنا. وطبعا هايدي دي بقى دخلت، هايدي اختي دي اللي كانتها حياتك احلى مع هايدي. طبعا لقيت امل كده هبطانه خالص، فكانت كل شويه تسال على الشقه حلوه، اقول لها حلوه حلوه. فهي كانت موضباها وكانت الشقه حلوه يعني، وكانت موضباها وكان كل حاجه حلوه في الشقه. بس كان فيها بقى ايه، واحنا برضو طلعنا وجبنا هدوم والهدوم اتنكشت وكده، وكان في هدوم كانت عايزه تتطبق جبتها من على حبل، فكان ده اللي كان نكش الشقه. فقلنا بقى كده انا وهايدي نطلع. صراحه انا ما عملتش قد اللي هايدي عملته، انا طبقت الهدوم. صراحه انا بحب الصراحه، طبقت الهدوم وهايدي قالتني انزلي وانا اكمل الباقي. قلت لها ماشي يا هايدي.
طبعا نزلت وكملت الباقي وزي ما انتوا عارفين بقى ما يجيش حاجه انا ما اعرفش اطبق. تطبيق هايدي ده روعه. انا بحبش اطبق على البناطيل والقمصان وبيجامه بس ملهاش بنطلون، لان انا ما بعرفش احط البيجامه جوه البنطلون كده واوضب زي توضيبة هايدي. صراحه هايدي بسم الله ما شاء الله عاليه في توضيب الهدوم، بسم الله ما شاء الله يعني. وطبعا عايزينكم تشجعوا هايدي وانا، وطبعا كنا عاملين لكم مفاجأة بتاعت محمد جوز اختي هايدي، السكر بتاع الليلة الشربات حبيب قلبي، ربنا يرزقه بالذرية الصالحة يا رب، هو وهايدي اختي يا رب يا رب، ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة ويشفيه ويخليه لينا يا رب، ويرزقه ويرزق هايدي ويخليهم لبعض ويجعلهم سند لبعض. وادعوا لهم ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة ويجعلهم سند وزوجين صالحين كده مع بعض. وطبعا كده كان في حبة هدوم هايدي جابتهم لي، انا طبقتهم في الأوضة، وكده بدأت ان هي بقى ايه تنفض الركنة كده كويس. وطبعا حبايب قلبي انا والله مبسوطة قوي، وكل اللي بيقول لي ايلين حرمت الشال او ايلين يعني اللي هو ايه ما يبقاش فيها دم جنبها نفس كتير وكده وما حرمت الشال كتير يعني او غلط الشال كتير، والله يا جماعة يعني انا بحاول اقسم بالله باجي على نفسي كده اللي انا ما اشيلهاش، بس من العسل والكيوتة بتاعتها غصب عني ايديا كده وتروح اشيلها كده لوحدي. من السكر فيها بسم الله ما شاء الله كمية بلغر طبيعية زي باباها ومامتها طبعا وخالتها وعمتها وجدتها وجدها وجدها ومامتها يعني شوفوا بسم الله ما شاء الله يا جماعة، يعني سكر وفصيلة الدم حرفيا يعني فصيلة الدم دم شربات. وكده بدأت ان هي نضفت الركنة التانية كده، وبدأت ان هي تنفض الركنة دي كمان. وطبعا ايضا بنت امل اختي فرحتنا الاولى في بنات ماما سعيدة، وكان نفسنا والله بجد مش مجرد كلام ان ماما سعيدة تبقى موجودة وتبقى وسطينا وهتبقى فرحانة وتبقى مبسوطة، بس هي الوقت برضو فرحانة ومبسوطة عن ان هي هتكون في الدنيا. بس انا كان نفسي كده تشوف ايلين وتاخدها في حضنها، كانت بتقول انا نفسي ابقى تيتا قبل ما اموت. يعني الحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حاجة حلوة ربنا بيجيبها لينا، اذا كانت اي حاجة وحشة او اي حاجة حلوة ربنا بيجيبها لينا نحمد ربنا على اي حاجة وكل شيء. وبرضو هم السابقون ونحن اللاحقون برضو، وندعو لهم ندعي لهايدي وندعي لكل مشتاق بالذرية الصالحة وربنا يا رب يخلي كل ام لعيالها ويخلي كل اب لعيالهم يا رب، وربنا يا رب كل ام متوفية وربنا يرحمها يا رب، ويرحم امي وامة المسلمين اجمعين يا رب، ويرحم جدتي وجدي وننتي وخالتي وخالي. يعني انا والله يعني لو قلتلكم من هنا لهناك انا راح عليا غاليين قوي، راح مني غاليين قوي عند ربنا. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله، وربنا سندي دايما واهلي برضو سندي، وعايزاكم تدعوا لنا كده احنا واهل ماما فادية واهلي يا رب، انا وماما فادية وكلنا يا رب، مفيش اي حاجة تفرق بينا ومفيش اي حاجة في الدنيا تيجي علينا، وربنا يريح بالنا يا رب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفي كل شمتان في اي حد، وفي كل ظالم يتكلم على حد او يتكلم على ولية، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا حبايب قلبي كده بقى هايدي يعني وضبت كل حاجة كده وبدأت ان هي دي الصلاة الاولى. في الصلاة التانية بقى
كده كنستها ونفضتها كده وروقتها وبقت كل حاجة تمام التمام وفل الفل. ونروح على الصالة التانية بقى. طبعا ما اقولكوش بقى على الترابيزة وايه اللي حصل فينا. انا اقسم بالله كنت بموت من الضحك. المهم يا رب يجعل ايامنا دي كلها حلوة وسعادة وكلها ضحك وفرفوشة كده وحنية، ويجعلها احلى ايام مع بعض، ويجعلها بسيطة حنينة ويا رب. طبعا انا دخلت قالت لي تعالي شيلي الترابيزة، فانا قلت لها ماشي. فالمهم شلتها قلت لها مش عارفة اعدي، وفضلنا نلف حوالين بعض كده. فالمهم هي شالت الفازة من عندها وسابت لي الحاجة من عندي، فقلت لها طب يا بنتي شلت الحاجة من عندك وسبت الحاجة من عندني ليه؟ المهم ان احنا بنصور والله الفيديوهات دي وفيديوهات ايلين برضو عشان تكون احلى ذكريات كده مع بعض ان شاء الله، ذكريات حلوة وذكريات كلها فرح وحنية يا رب يا رب. انا قاعدة في الشارع دلوقتي يا جماعة ورافعة ايديا ودماغي للسما، يا رب يا رب ايلين تطلع بتحب خالتها يا رب كده وتعتبرها امها التانية، ويا رب يعوض هايدي يا رب، يا رب يعوض هايدي عن كل حاجة في حياتها، ويا رب يا ايلين يخليك لامك يا رب ويجعلك ذرية صالحة ليها، ويخليك ليا روح قلب خالته من جوه، يا نني عينيا، يا نني عينيا من جوه، يا كل حاجة حلوة في حياتي. اقسم بالله انا ما كنتش متخيله ان انا احب بنت اختي كده، اكنها حته مني، هي حته مني بس اكنها، عارفين انتوا الام وبنتها كده. اقسم بالله انا حسيت ان هي بنتي مش بنت اختي، اقسم بالله. وطبعا حبايب قلبي لو يعني تشوفوها بس كده، تشوفوها بس ما تشوفوش وشها، يعني تشوفوها بس تقولوا بسم الله ما شاء الله. لو تشوفوا ايديها جسمها اي حاجه تقولوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عاوزه اقول لكم ان احمد جوز اختي امل من ساعه ما امل ولدت هو ما بيقولش كل ما يشوف ايلين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله بجد عليها بجد، يعني تستاهل كل خير وتستاهل 9 شهور. وطبعا السكر بتاع العيلة، الشربات بتاع العيلة، اصغر نونو في العيلة. وطبعا عاوزاكم بقى تشجعوني، انا اصلا كسلانة وما كنتش اعمل الفيديو ده، بس لولا ماما فادية وهايدي قالت لي قومي اعملي. طبعا انا بخاف من هايدي عشان كده تمسك لي العصاية وتقول لي قومي اعملي. لا يا جماعة هايدي مش كده خالص، هايدي يا دوبك تزعق لي بس قومي اعملي، فاقول لها حاضر. انا شطورة يا جماعة، شطورة جدا جدا يعني. وطبعا يا حبايب قلب رموسة من جوه كده بقى مالك قاعد ينحي في هايدي، ومالك عريس ايلين. روح قلبي ده ابن اختي برضو التانية هجور حبيبتي، ده بعمله والله كأنه ابن اختي، مش كأن يعني واحد من اهل، لا هم اصلا بيحبوني، انا بضربهم هو وهاجر ومودة بضربهم بس هم بيحبوني. بسم الله ما شاء الله. دي كلمة احمد، بسم الله ما شاء الله على الشقة وجمالها، بسم الله ما شاء الله. طبعا كده بقى بعد معاناة وبعد ما هايدي انتوا شايفين ال5 دقايق دي كانوا طوال قوي صراحة يا جماعة. طبعا كده بقى هايدي خلصت وبسم الله ما شاء الله على الشقة، قولوا بسم الله ما شاء الله كده بقى بعد توضيبة. طبعا افرحي يا امل، ايه رأيك بقى يا ام، ايه رأيك في توضيبة الشقة كلها بتاعتي؟ طبعا بكذب، امل هايدي هي اللي موضباها، هايدي اللي موضباها. طبعا حبايب قلبي هتوحشوني في الله، والسلام عليكم ورحمة الله، باي.